اهلا بيكم. هنعمل مع بعض النهارده الزلابيه او لقمه القاضي او العوامات بطريقه سهله وبسيطه جدا، وهنمشي مع بعض خطوه خطوه. هنشوف ازاي نطلعها مدوره كده وجميله، ازاي تفضل مقرمشه وما تطرش معاكي، ازاي لونها يبقى ذهبي وجميل. كل الحاجات دي ان شاء الله هنعرفها في الفيديو، فيديو سريع وبسيط ومركز، فان شاء الله نستفيد مع بعض منه. بس قبل ما ابتدي، لو لسه ما اشتركتيش في قناتي اتمنى تشرفيني بالاشتراك وفعلي الجرس ولايك للفيديو لو عجبك. ويلا بقى نشوف هنعمل الزلابية بتاعتنا ازاي. انا عندي هنا 3 كوبايات من الدقيق منخولين وعليهم رشة ملح. هحط عليهم معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وهحط معلقة سكر و3 معالق كبار من النشا هرميين. المعلقة كانت مليانة كويس، هقلبهم مع بعض. بعد كده عندي 3 معالق كبار من الزيت. يبقى اذا كل كوباية دقيق بحط لها معلقة زيت ومعلقة نشا، ده طبعا غير السكر والخميرة. وعندي هنا 2.5 كوبايات من المية. طبعا المية على حسب الدقيق، ممكن ياخدوا الكوبايتين، تاخد من 2 إلى 2.5 كوبايات. انا خدت معايا 2.5 كوبايات كلهم. هبتدي اعجن او اقلب المكونات بتاعتي بالمعلقة. بعد كده بايدي بقى، لازم اعجن بايدي. الخطوة دي مهمة جدا. شايفة الخطوة، الحركة اللي انا بعملها بايدي دي اولا بتدخل هواء للعجينة بتاعتي، ثانيا دي اللي بتساعد ان هي تبقى مكورة وجميلة. وفي خطوة تانية برضو هتخليها مكورة، هنعرفها مع بعض. ده القوام بتاع العجينة بتاعتي. هغطيها وهسيبها تخمر، تقعد نص ساعة، تقعد ساعة، على حسب الجو اللي انتي موجودة فيه. ده السيرب بتاعي، انا كنت عملته قبل الفيديو. عملت 3 كوبايات من السكر، معاهم مع 1.5 كوباية من المية وعصرة ليمونة، غلوا مع بعض حوالي 10 دقايق. الشربات بيبقى تقيل زي شربات الكنافة. العجينة هنا بتاعتي خمرت خلاص. بجيب كيس حلواني وبحطه في الكوباية، او ممكن كيس تلاجة، مش كيس حلواني، ممكن كيس تلاجة، وابتدي احط فيه العجينة بتاعتي. في الوقت ده انا حاطة الزيت على النار يسخن. كده احنا هنحط العجينة، وبعد كده هنقفل عليها الكيس. وممكن ما تقفلهوش، يعني براحتك، ممكن اسيب الكيس مفتوح وامسكه من فوق، او ممكن ان انا اقفله. هروح بقى للزيت اللي بيسخن على النار. النار تكون نار متوسطة. هقطع جزء من الكيس من تحت، ده اللي بيتوقف عليه حجم الزلابية. هتقطعي جزء كبير، الزلابية بتاعتك هتبقى كبيرة، جزء صغير هتبقى الزلابية صغيرة. بجيب مقص بغمسه في زيت، وبعدين ابتدي اقص بيه. وبرضو القطعة اللي انت بتقصيها على حسب الحجم اللي انت عايزاه. هبتدي اقلب. مهم جدا الخطوة دي، ان النار تكون متوسطة الى هادية، يعني اقل من المتوسط كمان، وايدي فيها على طول، ما سيبهاش ايدي تقلب على طول. بعد كده وهي نص قلية طلعتها. قبل الاكل بروح اسخن تاني الزيت، برضو زيت متوسط او نار متوسطة. الزيت ما يبقاش سخن قوي، واحط فيه كمية الزلابية. طبعا بحط كمية بقى مش قليلة، يعني ممكن تكون فوق بعضيها، مش شرط ان هي تكون كمية قليلة. وبرضو كأنك بتحمري بطاطس شيبسي، ايدك فيها على طول تقلبي، والنار متوسطة. هي دي عوامل نجاح الزلابية بتاعتي. بعد كده باخدها على السيرب التقيل البارد، وابتدي اقلبها في السيرب دقيقة كده او حاجة علشان تتشرب من السيرب كويس. وبعد كده اروح حطاها في مصفى عشان تصفي الزيادة من السيرب بتاعها. كده ممكن تعمليها من قبل بيوم وتكملي آليتها تاني يوم. واتمنى ان هي تعجبكم، واشوفكم في فيديو قريب ان شاء الله.